أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخيرة قبل رمضان المبارك من برنامجكم ضيف سامراء، وهذا الجزء الثاني من لقاء الشاعر العراقي وليد الخشماني الذي وعدنا به في الجزء الأول. في البدء أرحب بالشاعر العراقي وليد الخشماني. أبو سليمان، الله يحفظك أبو فيصل. أستاذ الكبير مقداد الحميدان، فرصة سعيدة الجلوس مرة ثانية إلى جنبك وأمام في هذه القناة الغراء وأمام هذا الجمهور الطيب، خصوصا جمهور أهلنا في محافظة صلاح الدين وعامة جمهورنا في العراق والوطن العربي. حياك الله، مساء الخير. الله يحفظك، مساء الأنوار، يخليك الله. أنا قلت الشاعر العراقي. نعم. أقول الشاعر العراقي لو أقول الشاعر السني، لأنك كثيرا متهم بأنك طائفي. صح. شنو رأيك؟ والله أستاذ مقداد، ما يهمني اللقب بقد ما يهمني أن أقدم في هذه الفترة تحديدا شيء ينصر المظلوم، يوقف. فإذا كان الأمر أنه الشاعر السني فما زادني إلا فخر، وإن كان الشاعر العراقي فهم ما زادني إلا فخر، لأن إحنا مرجعنا. أنت عندك الطائفة أي. أو العراق. نعم. المقدم منه الأول حاليا؟ أي. الطائفة. يعني طائفي أنت؟ مو طائفي. نعم. أنا طائفتي مغبونة. أنا ما نقول طائفة، إحنا السنة أمة، والباقي كلها هذا. ولكن الآن في هذه المرحلة، في ظل هاي اكو هجمات البربرية تجاه أهلنا والمعاناة والنزوح والتهجير، الواحد يجب أن يتخذ موقف الرجال، حتى وإن تهم، حتى وإن حورب، وحتى وإن تعرض لشتى الأمور، لازم يوقف ويدافع. جميل. لكن وليد الخشماني لم يندم يوما على كل ما قاله؟ نهائيا نهائيا أبدا أبد. لكن أنت في يوم من الأيام خرجت في لقاء تلفزيوني أنت، أي. أنا حسيت، أنا تابعت اللقاء، حسيت نعم. نبرتك شوي مختلفة، صح ولا مو صحيح؟ اللي وين يا لقاء؟ في قناة الشرقية. احنا ما نريد نقول قنوات. قناة الشرقية. نعم. لكن العفو أستاذ مقداد، قناة الشرقية أنا كنت في دبي وكنا نحضر لمهرجان يعني كحضور الشاعر المليون. طبيعة ست رقية حسن يعني هي غير ملمة بالشعر الشعبي طبعا، يعني تقول أنا أسمع الشعر، ولكن كانت برود الحلقة كانت يعني على أنغام رقية حسن. ما يمكن أن تتكلم بصيغة هجومية أو تتكلم بصيغة اللي عهدتها الناس عندك. يعني هسه بس لحظة، هي قالت تعتذر أنت مخطئ، قلت لها أنا ما أعتذر، أنا ما مخطئ. لكن أي. هسه أنت يعني تريد أن تبرر أو تريد تطلع، خلينا نقول بالعراق، تريد تطلع من شرخة وتوديها على ست رقية؟ لا احنا ما نقول ست رقية، يعني بدي اقول لك الحوار، طبيعة الحوار. البرنامج كان هيك، البرنامج كان بارد، جبرني حتى يعني ما كان عندي الصعود اثناء القاء القصائد بس في قصيدة حيدرة، لان كان البرنامج يعني اجتماعي عائلي، ظهيرة، فترة الظهيرة. ولكن ان شاء الله نوعدك على اطراف الحديث وغير برامج راح تسمع غير شيء. احنا مشينا بطريق ما نتراجع، ومن الصعب أن نسايس، ومن الصعب أن نتراجع بكلمة هنا أو كلمة هنا. عهدنا أمام الله مو أمام الناس. يعني معتقلوك ما راح تتوب يعني؟ والله أستاذ مقداد، هو الاعتقال متعب فعلا، ولكن نعتبرها أوسمة شرف، ما يخالف. اعتقلت أنت من قبل الأسايج؟ أنا معتقل 17 مرة. 17 مرة. آخر مرة في مديرية أسايش أربيل في أربيل. نعم. تهمت أنه كتبت قصائد يعني للمسلحين، وكانت هناك ضعاف النفوس كاتبين تقارير وثبتت عليك أو لا؟ لا ما ثبتت، طلعت ببراءة وأعلن على التلفزيون يعني. نعم. لعدم ثبوت الأدلة. التعامل كيف كان معك بصراحة؟ والله التعامل يعني إنساني جدا، ما سمع الشتيمة للأمانة من قبل الأسايج. أنا هسه خارج العراق. نعم. وخارج أربيل. للتاريخ أنه لا سمع الشتيمة، لا انهانيت، لا هذا. حتى علاجي كان يوصل لي يمي ما سمعوا، قالوا إحنا تجينا مصادر وتتقدم، ولكن إحنا علينا هذا من شفنا وضعيتك وشفنا ناسك وشفنا طبيعتك وأنت كنت ضابط، يعني ما نقدر أن يعني بس انه اجراءنا ان نعتقلك. صعدوني قاضي، صعد على القاضي كلمتين لا اكثر ولا اقل، وقال لي تفضل روح لاطفالك.
طولت عاد اسبوع اسبوعين النوبه وراها، هي المده كانت 4 اشهر، ولكن نظام الاسايش انه يتاخر تقديمك الى القاضي. ورا اسبوعين غادرت الاسايش واتجهت فورا الى تركيا. نعم، يعني لم تتعرض الى اي تعذيب نهائيا والله، امام أبداً. الله لا لا لا، والله العظيم ما سمعت كلمه تخدش الحياه ابدا. والله 4 اشهر ما سمعت كلمه تخدش الحياه. وكان يعرفوك وقاع بعشق. رقم واحد ويعني كل شيء، يعني ما كان هذا الاعتقال الوحيد اللي يعني ارتاحت فيه بصراحه. اللي ارتاحت. ولا الباقي لا. نعم. تختلف. تعتقد انت تدفع ضريبه لاشعارك بالاعتقال؟ هواي استاذ مقدار، كثير. هواي. انا طلعت من العراق ما عندي كل شيء. نعم. وفدوى تراب العراق، ومنازلنا تفجرت، سياراتنا راحت، هم فدوى تراب العراق وفدوى لهنا. لا اجمل شيء نعم، ان تحس انه انت قاعد تدفع ضريبه. اجمل شيء. اجمل شيء يعني انت الان سعيد؟ جدا. تتلذذ بهذا الامر؟ انا ما جاي يعني هسه دا اقرا الشعر ما جاي اتونس، لا، من تقرا الشعر وعندك فعل انه انت متاذي، انه انت حوربت، انه انت صادرت اموالك، انه انت تفجرت منازلك ومنازل والدك، وحتى عجلات هذا صادرت، هاي الضريبه الحمد لله تدفعني انا اقدم لاكثر. طيب انت تقول فدوى لتراب العراق، اي اذا انت عراقي للنخاع، انا عراقي، بغض النظر عن طائفيتك. انا عراقي، انا مو طائفي استاذ مقداد، ولكن الناس دا تجبرك، المقابل دا يجبرك ان يعني يطلعك من طورك. بالعراق خلينا نحكي يطلعك من طورك، يعني ما دا ينطيك مجال، يعني يدعي يقول لك وحده الوطنيه، اخوان سنه وشيعه وكذا، والقرمه تذبح من الوريد الى الوريد، اخوان سنه وشيعه والبيجي صارت قاع المصفى الصادر، اخوان سنه وشيعه الديموغرافيه مال دياله انتهت وانتهت سنيتها. زين يعني زين، انت يعني متى سيعود وليد الخشماني للعراق؟ عندما ينظف من هاي الزمر الموجوده به. يعني الان انت تشتاق للعراق؟ بصراحه اي. لا، ليش؟ مو اهل البي. مو للعراق، مدينتك خلينا نقول. طبعا استاذ مقداد، طبعا المدينه وذكرياتك وهاي الامور، ولكن عندك شيء اهم، الاشتياق والبكي والنوح ما يقدم شيء، لا، قدم شيء وبعدين بقوات عينك ارجع لديرتك. الاشتياق هذا نعوفه مثل ما يقول النساء. منو باقي لك هسه بالعراق؟ باقي بالعراق الان اي. واي امور باقي بالعراق. مثلا قبر اخوي الشهيد ضريح. هذا والدتي، يعني ما نقدر نفصح عن المكان، ولكن هم بخير صح، لان للاسف انا ورا ما غادرت وطلعت ايضا نفس النفوس الضعيفه حاولوا ان يخرجون اهلي من اربيل الى كركوك، وكركوك كانت اكو قوه حتى تعتقلهم ويكون المساومه على وليد الخشماني ان يرجع ويسلم نفسه، لانهم ارادوا ان يستلموني من الاسايش، ولكن نظام اربيل انه ما يسلم معتقل سوى المحكوم. نعم. انا ما كنت محكوم، فالحمد لله انا بخير واهلي بخير وبالنا يم اهلنا وناسنا. متى اخر مره زرت قبر اخوك الشهيد؟ 2012. 2012. تشتاق؟ لا تبكيني، ترى انا الدمعه بطارفه يعني شلون؟ اي اشتاق. شو تقول؟ شعر. في ابو عيون الشهل ما تسمع الصوت، على اذنك ما يمر صوت الجحافل، يا اخوي عداك ولوا والفجر لاح وغسل ماي الصبح وجه السنابل، عليك الدنيا تسأل وانت ما جيت، شقولهم بعد عالساتر يقاتل، مثل مجنون ادور بين الوجوه اريد اتباهى بيك ويا المراجل، يا اخوي امك تتاني مقابله الباب وعليها الصب دمع حتى المنازل، مشت ويا الاذان تجيب شكليت وقد جرح الوطن حضرة هلاهل، على البيبان تفتر تنثر نذور صوان شموع ودت للعوائل، ابنها اليوم عرسه بيوم يمشون، عرسوا البطل ضدهم يقاتل، غرفتك هي وحتى الهدوم بعد منك عطر بيهن يا غازل، وبعد كل ذكرياتك ساكنه وياي، بس اصفن قبل على البال مريت، اموتن الف موته بعتبه الدار لان كل ذكرياتك ساكنه البيت، مره هنا قعدنا هنا انا مرات
مرة هنا نمت وهنا تعشيت، مرة هنا لمحتك تكتب اسطور شعر شعبي بايديك ابيات خطيت، وبيت من الشعر بي اذكر تقول عراق انطيت روحي وبيك ما انطيت، يا من راسم بدمك لوحة ابداع مو لوحة جبل لوحة بسالة، بنص اللوحة راسم واحد يموت ويا مراسه ظرف يحمل رسالة، مضمون الرسالة بداخله يقول مات وما لثم كف احتلاله، مات بكل كرامة وصعد لي فوق وسواه اندرج رؤوس العمالة، وسواه اندرج رؤوس العمالة. صح سلامتك لسانك، استاذ مقدار. صح لسانك. الله يرحمه ويرحم شهداء المقاومة العراقية ويرحم شهداء العراق اللي كانوا ولا زالوا نبراسا على دروب التضحية. جميل. شاعر المقاومة العراقية اسم تفتخر به، طبعا. لكن هل لا زالت هناك مقاومة عراقية إلى الآن؟ نعم، داخل ولكنها العراق تلتزم الصمت الآن. تلتزم الصمت؟ نعم، اللي ما يذبحون اللي ما يقطعون الرؤوس، فصائل موجودة يعني أنت لا تقصد داعش كما يصور البعض أنك ربما شاعر المقاومة العراقية. هاي التهمة كانت مالي أنه أنت تشاعر الدولة الإسلامية في أربيل وأنت اللي كتبت يا عاصب الراس وينك وأنت خلينا نكون صار يعني هاي كتبوها علي يعني. وأنت؟ أنا رجل ضابط عسكري أقسمت في الكلية العسكرية أنه ولائي للعراق لا للغير. أنا ولائي للعراق. داعش فصيل سني متطرف هاي اللي قالت عليها الناس، ولكن أني ربيت في بيئة تحرم سفك الدم، تحرم قطع الرؤوس، إن كان سواء داعش أو الميليشيات تحرم هاي الصيغة. يعني سيدنا الرسول يقول لك لا تمثل بالجثث. زين اللي شفناه هاي مو مقاومة، مقاومة مو هيك، مقاومة تحمل أخلاق الفرسان، من يوقع بيدك أسير الضمدو وتعالجه، مو هاي المقاومة. المقاومة اللي كان يوقف ينطوه يقول له يابا روح فجر هاي دفتر روح فجر لي فلان محل فيه تكريت في احد شوارع تكريت. زين يقول لهم ما اقدر تنطوني منادي، هذا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، شلون اذبحه؟ انا مو نبي ولا غير النبي ولا داعش نبي اكو الله اللي يزكي الانفس استاذ مقداد، اكو الله. المقاومه كانت مقاومه عن ليش انغث على انبار وانغث على صلاح الدين وعلى في وقت احنا نلتزم الصمت والناس تقدم الورود للمحتل، في رجال جاهدوا وكان من جيبه يقطع من حلق جهاله يشتري السلاح ويقاوم المحتل. هاي المقاومه. انا من ذاك اليوم تبهذلت، قلت لك انا 17 اعتقال، 7 من عدن بوقت الامريكان، 7 من عدن حرمت كانك دمعت عيونك. اي طبعا لان كل شيء ولا تشوه الحقيقه. اكو رجال اندفنت والله اعرف احرف زلم ماتت مطلوبه 1500 دينار مال كيلو موز، اشتهوا هم مجاهدين واقفين على السريع، اشتهوا كيلو موز، قالوا بس نرجع نوفيك ال 1500 دينار تبع الموز. زين وما رجعوا وحللهم واهمهم في منطقه البعجل اللي للاسف هسه شوهوا صورتها 6/7. هاي المقاومه كانت مو سلاح ما ادري منين ارقى الاسلحه، مو هاي العجلات اللي ما ادري منين، هاي ما كانت هيجي. العراق كان يداوم يعني كان يكاون والله قدر المستطاع، وانا اعرف اغلب قاده الفصائل واصدقائي وعندي علاقه وياهم. والله الجود من الماجود وجادوا بالنفس اغلب منا. فاعتز بشاعر المقاومه لان الناس سمتني، انا مو تبع القاب ولا دور الشهره ولا اهتميت لها الامر، والله يا استاذ مقدار. ولكن اني الله انطاني ملك، الله يقول على العفو تاكيد على كلامي يقولوا لي يعني التهم تقول انه انت كذا وداعش وهاي الامور. استاذ مقداد انا ما حكيت هاي الفتره كلها على تنظيم داعش وهاي الامور، ليش؟ شئنا ما بين نحسب على السن، خلينا نكون واقعيين انه كذا وانتم بعتوا اعراضكم هاي ما يخفى الامر على الجميع. ولكن من اكو 48 فصيل مسلح ميليشياوي يجوب العراق طول وعرض شمال وجنوب، يذبح ويقتل وحزب الله وهاي الامور كلها. شعراء الجنوب ما سمعت شاعر لليوم قال يا حزب الله انت جاي تذبح عراق. يعني الان خلينا نكون واقعيين، لو اي شاعر من الجنوب ينتقد الميليشيات انت راح من جهه تنتقد. اقسم بالله لا افضح الدنيا لا كسر الدنيا. طيب جميل، لكن بس خلي يحكون يقول هاي الميليشيات هاي ميليشيا مو جيش عراقي وطني مو شرطه مو هاي هذا، خلي يقول هاي ميليشيات. انا ليش احكي؟ خلينا نكون واقعيين، انا ما احكي هيك عناد.
اي نعم اعرف داعش عندها اغلاق، لكن مو اعناد، مو قناعه. لا عناد جميل. عناد. انت ما حكوا انا لان اول تالي محسوبين على السنه هيك صارت. زين جميل. انت خوالك من العماره، يجوز خوالك زعلانين عليك هسه؟ لا بالعكس، لا الشيعه خلينا نكون واضحين، والله الشيعه بها ناس ولحد الان عندنا علاقه بهم، وانت ابن البصره وعاشرت بهم ناس زين. والله الشيعه بهم رجال، هاي الدماء تسيل هسه، هاي ترى المظاهرات بدها تطلع ببغداد، ترى طلعت عن نطاق تيار صدريه، وطلعت الناس اللي شاب عظيم. انا اغلب خوالي بالجنوب على اتصالات وياهم، وهذا ما زعلانين منهم، خانقتهم الاحزاب. لا بالعكس، يقول ده تحكي صحيح، لان انا ما مسي الشيعه، اني يتابع الشيعه، انا ما حاكي على الشيعه، انا حاكي على ايران، على الايراني، انا حاكي على الايراني شلون المعبر ينفتح ويطبون، شلون قاسم سليماني ايش دا يسوي الايراني داخل العراق. انا ما قلت يا شيعي كذا كذا، لا، انا دا اقول انه اكو احتلال ايراني له حواضن في الجنوب، ودا يدمر بلدي، دا يمزق الوحده الوطنيه. جميل. هذا دا اقول. طيب ايه؟ انت كتبت قصيده حيدره بقناعه من عندك لو تودد بصراحه؟ يعني العفو تودد شلون؟ يعني ممكن تريد تتقرب لخوالك، خلينا نقول. علي مو مال الشيعة. علي لا شيعة ولا سنة، علي الرجل أمير المؤمنين وداحي باب خيبر أبو تراب، والله لا مال الشيعة ولا مال السنة، هذا مال الأمة، هذا مال الأمة. أتودد على شنو؟ أنا ما يعني. طيب نسمعها للقصيدة. نسمع لك إياها. نقرأ لك إياها. يلا. متواضعا إلى تراب داحي باب خيبر فادي النبي، وزير دفاع الدولة المحمدية، قصير ومربوع اسمر راس حار، قصير ومربوع اسمر راس حار، تعرف رأسا من مشيته ومظهره، ربي منطي هيبة بالمشية بحيث تراب مكة يقوم يوقف بظهره، نشمي وتربى بحضن كاف اليتيم، وامه من حظه وبخت كانت مرة، بالمهد وتلولي بذنه بحس خفيف، يمه من عبد الله ريدك تنصره، هذا ابن عمك يتيم وصعبه حيل تخلي زيد من البشر يستصغره. ضحك كان يغمض ويسحب غطاه، ورجع شاله وكان يلزم منحره، يعني يمه محمد بروحه افتديه، وباكر فراشه علي يشهد ترى، من صغر سنه فلا جالس جهال، وكان بس ويا الرجال مسامره، واثنين بس كانوا وياه يلتقون، وعلي جدمه الغيرهم قط ما سرى، ضيعت القايم عمر مرتع صباه، وزوج بنته وعضده وحزام ظهره، وابو بكر رويحته اللي من يغيب عن ساعة بابه يلزم سيطرة، الشايل براسه عقل ما شاله غير انسان الله براسه زارع جوهره، السالفة الما بيها شي من الدهاء كان يشطبها علي من الذاكرة، تصور بمجلس اذا ينطق كلام تحس بذانك وشه من المغفرة، وشريه بيهم واحد يسولف يقوم علي دايم وضعه تحت السيطرة، تقول مو جلسة تلاميذ بصفوف، علي واقف بيده شايل مسطرة، شخص ثقل شخصية علي بثقل الجبال المنها باخذ كل شيء ما بيه ثرثرة، علي كانت كل قريش تبوس ستيه خاطر قنعه يصلي على صخره، وكرم الله وجهه شي عانت قريش وعافزه والدنيا لاجل الاخره، كان من يحضر حرب كلها تعوف، كان من يحضر حرب كلها تعوف، مكانها وترجع ورا تلزم سره، بيده ياخذها قصاص من اليمين وينفض ايده هناك من الميسره، اللي يلوح ابن ابو طالب هذا راح في خبر كان وفعل ماضي شمره، وعلي حتى اعضاء جسمه معلمات الفعل قبل الصوت وقت الشوشره، يعاز من عقله لديه والذوالفقار وورا متفض يجي دور الحجره، هنا عاد الخيل تقطع كل صهيل وتكف عن صلها السيوف المشهره، تسود حاله من الرعب بين الحشود، وشكو جندي يصير اذان صاغره، من يصيح بصوت امير المؤمنين انا الذي سمتني امي حيدر. صح. سلام الله على ابو الحسن. الله يحفظك. هذا يعني من المعيب ان يتصورون انه احنا نتملق او ننافع على البيت. لكن جتك ردود على هذه القصيده؟ لا من اخوالك؟ لا، انا هاي القصيده يعني كانت نسبه المشاركه 60,000 مشاركه، كل البيجات القويه بالفيس شاركتهن، ما اتصور يعني متوقعين انه وليد يعني وكذا الطائفي امير المؤمنين، يابا امير المؤمنين معود مداسر جو رجله، لا جتني على يزيد
على يزيد جتني 40 رد قصيده يمكن. نعم. اي 40 شاعر. وما رديت انت؟ لا شرد احنا قيمتنا كبار. ها يعني احنا انت كان عندك الملكه انك ترد لكن ما رديت. لا مو قيمتي ارد، مو قيمتي انا ما بعيني اقف شاعر نهائيا ابدا. اقولهم ملء الفم وبثقه نفس عالي، والله ما بعيني اقف شعر. وهاي قصايدي كلهن جاي اقراهن اقسم لك بالله جاي تنكتب بسويعات، ما صافن بقصيده ولا مثقل راسي بعمل قصيده، جاي اصفطهن الصفط سهل الممتنع دا اكتب. طيب فد يوم من الايام رديت على شاعر؟ اي هاي بداياتي من زين هذا ما اريد اذكر اسمه ما انطي قيمه، تجاوز على هاللمبار. قصدك على رياض الوادي. اي هذا. نعم. أي. هذه احنا ممكن تحدثنا عنها في الجزء الاول. تحدثنا عنها غير تجاوز رياض على الوادي. وأنا ما لم ترد. لا ما تكلمت عنها ابدا نهائيا. جاب بالك احد ورد ترد عليه وما رديت؟ والله واي كثير. والناس تطلب، الناس تقول ابو سليمان كذا، هذا يقول نعم. هذا الفلان يقول الرمادي ما نرد الا تصير شلون شيعيه وهاي الامور. نعم. بس ما أريد يعني حيشاك النباح صعب ترد عليه. ما انت جميل. القحها وامشي. جميل. وخلى الصياح وراك. دور بالثاني عاد. اذا احبتي الكرام مستمرين معكم في ضيف سامراء لكن بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم، أرحب بك مرة أخرى الله يحفظك شاعر فيصل العراقي استاذ مقداد الله يخليك. وليد الخشماني. بارك الله فيك. حياك الله. أستاذ وليد، يعني الآن أنت تعيش خارج العراق. نعم. مستقر وضعك خارج العراق. الحمد لله. الحمد لله. لا تفكر الآن بالعودة إطلاقا إلى العراق؟ لا طبعا يعني تعرض حياه عائلتك نعم. يعني سبب مغادرتي يعني عائله. طيب لكن وجودك خارج العراق فتح لك آفاق أخرى طبعا كثيرة. طبعا. نعم. يعني كثير امور صارت يعني طيب سهلت لي ان اتواصل مع ناس كانوا يعني بعيدين عني. جميل، لكن سؤال مهم، ما هو سر لقاء وليد الخشماني بمحمد بن زايد؟ يعني تسمح لي نحافظ على هذا السؤال يعني اتكلم احكي لك اياه بس مو امام يعني. ليش؟ ما انا سالتك امام الشاشه يعني اكيد انت. لا يعني طيب يعني الرجل يحب قصايدي بالموبايل جهازه. قصائد وليد الخشماني بجهاز الشيخ محمد بن زايد؟ نعم اكيد. نعم. هو قال لي بهذا الشيء. نعم. ورجل حفاوته استقبلك استقبال الامراء والله كذلك. قصيدة أو قصيدتي ايه. رعد الشمال وعاصفة الحشم. نعم. أصبح لوليد الخشماني الشعبية في دول الخليج بسبب. أكيد طبعا. نعم. اتصال في اكو اتصال امراء يتصلون وكذا، ولكن والله آخر ما أفكر به إنه المادة. أنا من كتبت هاي أستاذ مقداد كان الوضع وين تلجأ يعني أهلك دا يروحون العراق دا يروح، إيران مدها كالأخطبوط يعني ما جاي توقف على مساحة معينة تنشرها إلى كل بقاع الأمة الإسلامية. نعم. زين وين تروح يعني؟ احنا غير نقول عندنا مرجع بيت الله الحرام وبيت هذا، غير الملك سلمان حسينا انه عنده نظرة غير نظرة، ابن محمد نظرته غير نظرة. طيب كتبت عن العرب حشفتهم استحالف الإسلامي، ورجعت النوبة على عملية اليمن على هذول الحوثيين المتمردين الحوثيين، من شعور ومن إصرار أن العراق جذوره عربية، يجب أن نظهر هذا الأمر أن العراق امتداده عربي وليس فارسي. زين إذا غيرنا سكت إحنا ما نقدر نسكت، لازم نوصل صيغة أنه العراق ترى عربي. العرب دمرونا. وجود العرب هذا شيء لا ينكر. لا هسه اكو هواية امور لطمس الهوية وناس طيب تشتغل. لكن من غير محمد بن زايد التقيت فيه؟ كثيرين. من؟ تميم امير قطر. الشيخ تميم امير قطر. نعم. اللي التقيت بيهم
محمد بن سلمان وزير الدفاع محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي. مع انت راح تصير ترى 4 ارهاب 100%. يا معود. لكن ما يشيلها لكن لا والله لكن خلينا نكون واقعيين. نعم. ماذا كان انطباعهم على العراق؟ متألمين بس امرهم مو بيدهم. متألمين؟ امرهم بيد من؟ تتحافظ عليها اعرف، لكن القيت امامهم قصائد؟ القيت امامهم قصائد؟ طبعا الجلسه هي كانت يعني مو لقاء عادي، يعني كان سمر ويعني قصائد شخصيه ام عامه كرعد الشمال وعاصفه الحزم وغيرها؟ خلينا نكون واقعيين. لا واقعيين. اول شيء تكلمت عراقيا للعراق. لا اول مره خلينا نتحدث عن محمد بن زايد. ايه. مثلا تحدثت امامه عن يعني كقصائد. كان متألم الوضع العراق. شخصيا انطيته قصيده له؟ له لا، في بيت كان مذكور. نعم. ام للشيخ زايد الله يرحمه؟ عن الشيخ زايد تكلمت. تذكرها؟ وضعيه العراق لا اتحفظ عليها. بعدين هاي تطلع بس همين حاصله لك ان شاء الله شيء. يعني تميم الشيخ تميم امير قطر. نعم. قصيدة. والله لا تكلمت قصيدتين عن العراق وقرأت عاصفة الحزم. بس هاي. ومحمد انا عنصري يم خليج يم غير مكان عنصر للعراق، خلينا نكون صادقين. عنصر للعراق. لم تكن عنصري طائفي. لا عنصر للعراق. حتى مشاركتي الجاي في شاعر المليون راح تكون عنصريه للعراق. تفكر رغم الجراح، رغم الالم، رغم كل شيء، لازم في محفل هيك قوي لازم يكون وقوفك للعراق. جميل. اي. لان هذول كلهم ما وقفوا لهم العراق. جميل. هذه نقطة مهمة. محمد بن سلمان التقيت به؟ اي. وين؟ السعودية. كم بقيت هناك؟ 4 أيام. 4 أيام. أعطيته قصيدة له شخصيا أم؟ لا. أيضا للعراق؟ يعني ما تروح لا. أنا راح أوصل لك إلى نتيجة. اي. إلى النتيجة. نعم. أنا أسألك هذه الأسئلة المتعددة لأصل إلى نتيجة راح أسألك بها. صح. هل أن وليد الخشماني شاعر بلاط؟ ما محتاج. جميل. والله ما أنا هذا اللي أريد أوصلك. لهذا كنت أرد أنا، لأنه إذا أسألك هذا السؤال ربما أنت راح تقول لي لا أنا مو شاعر بلاط. أي شاعر. لكن من أسألك هذه الأسئلة المنفردة أنا أقرر بعدها أنت شاعر بلاط أو أنا لم تكن شاعر بلاط. هي قصة شنو؟ قصة إنه عاصفة الحزم، قصيدة عاصفة الحزم انكتبت في 5 ساعات بعد الهجوم اللي صار على اليمن. ورا 5 ساعات اول شاعر عراقي وعربي كتب قصيده عاصفة الحزم. انا اعرف الان انت عندك قناه الفلوجه عندك دعوات الان موجهه من ملوك وامراء، ايضا عندك الان دعوات ولقاءات بخصوص من هذه القصيده. كان هذه ما اريد افصح عنها. لكن انت كتبت شيء للمملكه الاردنيه الهاشميه؟ اكيد. انا احب يعني بصراحه اعتز بالهواشم، اعتز بالاردنيين كشعب، لان لهم مواقف مع اهلنا هنا. يعني هاي طبعا ثاني زياره تدري لي لعمان ومفكر انه استقر هنا يعني. نعم. يعني من ضمن عاصفة الحزم صار موقف طريف بالمطار. قال مو انت اللي قلت يساندهم من ارض الشرق عبد الله؟ قلت له اي والله انا. قال تعال بس انطيني هذا روح اتوكل بالله. انت ذكرت الملك عبد الله؟ اي نعم. قلت يساندهم من ارض الشرق عبد الله. الهب تحب اقرا لك القصيده كلها من البدايه لو تحب بس مقطع؟ بس هذا ماشي. يساندهم من ارض الشرق عبد الله، الهبة الاردن معاه من ناده، نسل الهواشم رفع رايه جده، خلى النبي يشوف فعل احفاده، عفيه ابو حسين ومنكم تعلمنا، وقت المحاني يبان فعل الساده. الله. الله يحفظك. جميل. جميل جدا. يعني نعم. والله استاذ مقداد اقسم بالله والله اللي عاشرنا عن قرب ما محتاج، والحمد لله وقفت معي ناس في هاي المحنه والله بيضوا وجه وخلوني وعاملوني كانسان من هو بيهم من عوائلهم. نعم. جميل. لكن عمر والما يعرفك يحسب حساب. نعم. هاي اول قصيده بعد ما طلعت من الاسايش. نعم. كتبت في تركيا وسجلتها اول شيء على البحر، يعني كنت تعبان وهاي الامور، وبعدين طرت في اكثر من قناه. نسمعها. عمر والما يعرفك يحسب حساب، عمر والما يعرفك يحسب حساب، يا لتهابك قبل حتى الشياطين، حكمت الدنيا كلها بقبضة السيف، وحدر نعلك صفت توج السلاطين. عمر
شايل قلب ما شايل انسان، قساوه وطيب جامع بين الاثنين. عدلت وامنت بس ما نمت، لا عمر ما ينام، خاف يجوع مسكين. تقضي الليل تفتر بين البيوت، خليفه وعلى عمامه الشيل طحين. تخاف هناك ربك يسال شلون، عمر عينك غفت ويتام صاحين. عمر حتى بدخولك دين الاسلام قبوله خاص مو مثل المسلمين. محمد نادى ربك قال له مولاي اريد وياي واحد من هالاثنين، وتوقع كتابك سر على الفور وجاك الباب بيتك يركض الدين. محمد ليش رادك؟ شافك انسان صاحب كلمه مو حد جاي وجهين، شافك من تدور الدائره تقوم قبل ما يحكي كلمه تقول ماشي. علمت السيوف تهد على الرقاب بحيث العال بيها تقصه نصين، وكنت من بيها تحضر يستغيثون. السماء تقوم تنطر روس ويدين، ومن قد ما ثقيل تغوص رجليك دم وقاع صبخه وتنقلب طين. عمر بس يا عمر فاروق الاسلام، والتعصي لغيرك بيدك تلي. الله. سلام الله على امير المؤمنين عمر بن الخطاب. انت ابكيتني طبعا. المبشر ها؟ ابكي. اي مو انت بنت جاني. جميل. البكاء للرجل مو عيب، يعني عدة لقاءات بيجيت مو عيب، ولكن والله اللي بداخله يعني اللي بداخلك مؤلم. جميل. لكن كثير اللي يقرأ قصائد وليد الخشباني اي يعني الآن إذا أنا أقرأ قصائدك أحس أنا كاتبها أو أنا مشارك فيها، رغم ممكن أنت بعيد عني. شو السبب؟ استاذ تصل إلى القلب بسرعة. ليش؟ انا اقول لك هو هذا السهل الممتنع تقدر تكتبه. يعني قلت لك والله القصايد ما عندي يوم قصيده يمكن باتت بوحده لو ثنتين. ان اكو نظام الصور الشعريه اللي ماكو شاعر بيقدر يكتبه، اصفل لك شويه سوي كذا لوفه ما شلون طلع الصور الشعريه. بس لا، الناس تحب المباشر. الان ناسك تستمع المباشر، تشوف كل الناس تردد قصايدك في وقت ما حافظه بيت شعر باقي الناس. اكو الناس يستمعوا لهم سميع هاي ينعجبون ببيت او قصيده، ولكن واقع حال العراق او واقع حال العرب نقدر نقول يعني الدول العربيه يستقبل هذا النمط من القصائد. زين، السهل الممتنع، وصل الفكره بصوره سهله سلسه للمستمع فتشوفها محفوظه. جميل. من الشاعر الذي يستهويك دائما بصراحه تقرا له تسمع له؟ يعني شعبيا او شعبيا او فصيح؟ شعبيا او فصيح. شعبي يعني مرات اقرا يعني عريان سيد مو يستهويني، ولكن اشوف نمط هذا. ما تاثرت بشاعر، ما تاثرت. تسوي توارد ويا احد؟ عندك توارد ويا احد؟ ما اتبع لهذا الامر لان انا ما استمع للشعراء، انا ما اسمع شعر الشعراء. خلاص انا مغلق على نفسك. او لحد لكن الان قلت انت لحد الان ترى انا ما مطور نفسي. انت قلت ماكو شاعر يوقف بوجهي، يعني مو كشعرا، لا اكو مو يغطوني شعر، ولكن بس اذا تريد تهجي، اذا اريد اهجي اطلعه من اي بس مو قيمتي. يعني انا صرت مستوايا تعديت مرحله هذا. جميل. الفضل لله مو غرور ولا هذا، جبناها قلنا لك بكيبلات وجبناها بنتل جميل. لكن متى نرى لك ديوان مطبوع؟ قريبا ان شاء الله. كم قصيده عندك الان؟ كم قصيده؟ 300 تقريبا، 300 وشوي. نعم. ويا هاي هيك الفتاه بالك شيء تسمي الديوان؟ ملاحم عندي، ملاحم قضيه الاحتلال الامريكي 25 قصيده تقريبا. هذا الهم الوحيد، هذا تاريخ ارث لي واولادي يعني. نعم. انه في هاي الفتره الحقبه المظلمه ترى انا تكلمت. سليمان تحس يطلع منه شعر ابنك؟ لا، يريد يصير مهندس. اي ولا حتى ضابط؟ لا، البنات يحفظن شعري. ها. مسك وام البنين يحفظن شعري. مسمي ام البنين مو؟ اي طبعا. ام البنين نرجع ونقول انه هي امراه نجديه، لا جاب لا شيعه ولا سنه ولا هذا. ام البنين امراه انجبت رجال ابطال لقوا حتفهم يعني في معركه الطاف. انجبت رجال اشداء. ام البنين امراه نجديه. كتبت شيء عن الطف وعن الامام الحسين؟ والله انا في طور كتابه عن سيدنا الامام الحسين، بس راح اصيغ حادثه صارت يغفل عنها التاريخ. اكو ناس ما يصدقوها، عند اللي يسموها من نقله والرؤوس الى الشام. نعم.
فمروا في مدينة تكريت، فهاي الحادثة أريد أصورها. فطلعت النساء أهل تكريت مسافة، سيدنا زينب عليه السلام أنه الله أكبر، أنه شنو هذا النحاء والعويل؟ قال هذول أهل تكريت طلعوا يشاركوش في مصيبتهم. أهل تكريت أهل تكريت النساء الزكية زينب. نعم هاي حادثة ما تخفى على أحد. فطلعوا على مشارف مدينة تكريت، ما يقدرون يقتربون من جيش يزيد، فمسافة. فمن مروا اشتغل البتشي والعويل والصياح، فقالت هذول شنو هاي الناس على شنو؟ قال هذول أهل تكريت، وصلهم الخبر. أهل تكريت هود اسباع بالوفاء. اسباع للأسف. نعم. فقالت اللهم ولهم ولا تولي عليهم. الزكية زينب اللهم ولهم ولا تولي عليهم. في هذا راح أكتب قصيدة إن شاء الله. نعم. راح تكشف كل شيء. ها. حلو المكاشف. أنا حسبت راح تقولها هسه. لا بعد بس أنا يعني والله لو أكو طريقة إن شاء الله أنا جاي يمك هنا. فكل شيء حصري لك يصير إن شاء الله بإذن الله. جميل. لكن كان أعتقد سمعت لك قصيدة على سيدنا عثمان. أي هاي ما صار لها يعني ذاك اليوم. نعم. واحد من المريض نفسيا تابع لإحدى قنوات الميليشيات، تجاوز ما تخفى على الجميع. نعم. فكتبت له رد كان، وهو نسمع. اقدر اطلع من الموبايل. انت لا تحفظ قصائدك؟ والله اللي تكتب على عجاله ما احفظها، بس يعني بمرور الايام اقدر يعني اراجعها وتنحفظ. ما تكتب ابو ذيات زهيري؟ والله اكتبهن بس ما يعني انا هسه مستلم القصيده الطويله حتى تشد الناس حتى. نعم. نسمع. اي. سلام على ذي النورين عثمان اللي الملائكه تستحي منه للاسف. رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. نعم. للاسف انه صار بيد وقع بيد شخص او جميل. تفضل. ذي النورين عثمان بن عفان. ذي النورين عثمان بن عفان صهر طه برقية وأم كلثوم، الجمع آيات ربه وضمها بكتاب، وقبلها سنين كان بصدره مضمون. الغني الجوعان سموه أهل الإسلام، كل يومين كان الثالث يصوم. الخليفة اللي يستحي من عياله بالبيت، احتراما للطفل من مقعده يقوم. اللي يلبس بردته من ينام بالليل، اللي يخجل من محمد حتى بالنوم. ملائكة السما من يفوت عثمان، من قد ما خجولة تكثر هدوم. تلبس قاع حتى يضمها التراب، واذا بالسما كانت تلبس غيوم. اذا ينمس قبل بحكايه من ناس، الله من السماء يصيح محشوم. عثمان الوهب كل ماله للدين، وجهز جيش عسرة لغزوة الروم. عثمان الخبز تدفر على حلوق، بوقت ما عدها تاكل سادة القوم. المبشر من قبل لا ينفتح باب، الدخل للجنة قبل الساعة ما تقوم. النزاهة انولدت مولد أبا زيد، ولو بايك فلس ما مات مظلوم. الهاجر في سبيل الله والدين، وطلع من مكة حافي بطرق الهدوم. أعذرك من حكيت المثلك يموت، المنافق عيشته يظل يشمر علوم. شنه تريد فتنة بفعلتك هاي؟ ليش السنة مثلك ناس لملوم؟ شنه تريد فتنة بفعلتك هاي؟ ليش السنة مثلك ناس لملوم؟ أبو بكر وعمر عثمان أبو تراب البتول وعائشة و12 معصوم، ولك مالتنا ذولا وموش ليران. الصقر من يمتبي والتاجر البوم. سلاما يا خليفة من الله بهيوب، الميت بس له هسه ويكسر خشوم. الله. الميت بس له هسه ويكسر خشوم. الله. احنا شوف استلذ بالدفاع عنه. استلذ. جميل. لكن يعني احنا متى نشوف وليد الخشماني الرومانسي الغزلي؟ يعني يمتى نشوفه؟ موجود بس يعني دائما احنا نشوف الاندفاع الهجومي كأنما لازم سيف. صح. وروس الطاير بالقصيدة اللي قبلها كانت على سيدنا عمر. على سيدنا هون كل القصائد سوف نعم. يمتى نشوف اريد اشوف بصراحة أنا حجمت نفسي، ولا هي المفروض ما بيها شيء. الشاعر يكتب في كل الألوان وأنا كاتبه. أريد أسمع غزلي إن شاء الله. فيعني لا هسه هو هسه لا عاد شلون. لا ما لازم ترى قافل الباب أنت. زين. اللي يبيعك قبل لا تحكي أنت تكتب غزلي اللي يعني
مثلا امرأة داخلك هي أنت تتكلم بلسانها؟ اي لا والله. أم سليمان ما تزعل؟ لا هي لو كل ام سليمان. ها. انت عاد لا تخلينا خلنا نبلغ رمضان اول. زين. لا هي القصايد يعني لا ما تجي الا وليده حب فعلا. نعم. فاكتب مرات غزل يعني للحالات خاصه يعني مثلا تصير، بس الاكثر يعني نسمع. اللي يبيعك مو مثل من يشتريك، وانت سلعه انباعت بلا مشترى، انت سلعه انعرضت بسوق الفقير ويا فقير الغير يقلب واشترى. انا صوتش ما عرفت العبها زين، العاشق اصلا شله بالبيع والشراء، شمال عاشق سري ما بوحل صديق، وعندي اكبر كذبه هي الثرثره، من عرفتك وانا عايش بالجحيم، وليلي مو مثل البشر كنت اسهره، وكنت سامح على الغلط وانا الاجيك، وارتجي بدمعاتي منك المغفره، خايف اخسر هم دايش قد غشيم، وش باقي لي حتى انا اخسره، شو عفتني مصلخ بطرق الايدين، اليمنى لي قدام واليسرى لورا، كنت عاتب بالوقت عرفني بيك، وهسه من خلاني اعوفك اشكره، غلطة الشاطر بلف وانا اكتفيت، وراح اظل كل عمري نادم عجره، انا ثبتت لي التجارب عن يقين، بس غشيم المصلحه اللي اشقمره. خوات طلعوا باللقاء. لا هاي لا القصة انت مو عاشق. لا ما عاشق. ها. لا شيء ابدا. جميل. لكن أي. انت تكتب فصيح يعني دائما عندك ايه كثير الفصحى فصيح؟ اكتب لك. نعم. خل هسه قرأت لك غزل هيجي، خل اكتب لك غزل، اقرا لك غزل عن حاله، هاي يعني عن حاله صارت يعني. نعم. بعد ما عنده ذان تسمعك شو تقول، لأن عرفت نبرتك من تحاكيها، مليتك بعد من تحكي أترجاك، كلمتها حبيبي بصفحة خليها، شظ إن اقتنع بحكاية بعد الصار، ما صدق بعد أي كلمة تحكيها، سبحانك جمعنا بصدفة ذاك اليوم، صدفة وياك صار ايش قد تانيها، حتى احضر واشوف من وراي يصير، وعين الشوف غدرت كان ماليها، اسمع غصتك من تضحك ويا فلان، وانا بعيني دمعة شوية وابكيها. جميل. هو هذا موقف وياك صار ام مع غيرك؟ لا معي. وياك. وصدفة سبحان اي والله الجمعنا بغير ميعاد. صدفة وياك صار ايش قد تاني. نعم. فاليوم تفكر تكتب لأحد من الفنانين؟ والله كتبت أنا، بس هذا المجال أولا يضعف الشاعر، يعني من يصير كاتب غنائي تضعف. لا أنت لا تفكر أن تكتب غنائي يعني. لا أنا كاتب، مغني لي علي بدر، مغني لي شو يسموه عفوا شو اسمه والله راح عن بالي. نعم. علي بدر شنو غنى لك؟ غنى لي مال مؤتمر كرامة، كانت مال في احتفالية في أربيل. زين كثير، احمد السامر، هواي مطربين، زيد المصلاوي، احمد الذهبي، يعني هذول كلهم غنوا لنا يعني. نعم. كلماتي. لكن انت لا يستهويك الشعر الغنائي؟ ما اريد احصر نفسي بخانه التاجره والفلوس وهاي الامور، الحمد لله الله مكفيني وزايد ما تليق باسمي، ما تليق كشاعر مقاومه يعني. كشاعر مقاومه لازم اكو كثير امور لازم ابتعد عنها، لازم. والاختلاط بالوسط الفني ما راح يضيف لك شيء، بالعكس راح ياخذ منك. شو ياخذ منك؟ السمعه. نعم. احد يستفزك دائما؟ من ناحيه. من كل النواحي. من الذي يستفزك اكثر شيء؟ اي شخص، صفه شخص يستفزك؟ ماكو شخص معين، ولكن تستفزني انه الرقص على جراح اهلي، هاي مثلا مرات تعليق الفيسبوك، هاي الامور من ينزلون اصدقائنا انه مواضيع مثلا اذبحوا الفلوج، هاي الامور هاي شويه تغثني يعني. اتمنى يعني كنت ان اسمع غير شيء من شريكي بالوطن، خلينا نكون واضحين يعني. انت تؤمن بالشراكه بالوطن؟ لا حاليا. اي. قبل وش ضل من الشراكه؟ قبل انت تقول انا من اطلع قبل انا تقول من اطلع انا عند امراء الدول انا اتكلم طائفي للعراق احكي لتراب العراق، ولكن اهل دا اشوف من عندهم معاناه ثاني. نعم. كعراق كاسم خوالك. اي خوالة على عيني وراسي، ولكن الحق يجب ان يقال استاذ، الحق يجب ان يقال. نعم. اني يعني يندبحون يعني اني في هاي الفتره اعوذ بالله من كلمه اني مال الاحتلال كلها قصائد وحده وطنيه، قصائد وتأذيت من وراها وحكيت وحدة السنة والشيعة، ولحد الآن جمهوري يطبوا لي على الخاص يكتبون انه بارك الله بك احنا اهل الجنوب ما نقدر نحكي، ولكن شراكة وطنية يمتى ترجع الى الشاب تقدر.
يمتى ترجع لهاي القصائد؟ انا اكتبها في اي وقت اريد هسه. أو قصائد الوحدة اقدر، انا الوطنية. متعهد اقدر اسد شرخ كبير من الطائفيه، اقدر اسد بحالي نسمع شعر. وعلى حسابي وتمويلي اني وكل شيء، ولكن في نفس الساعه اذا اريد امزق. خلينا نكون واضحين. طيب منو اللي يدعمك نفسيا نفسيا وروحيا؟ روحيا دماء الشهداء. ام سليمان ما لها علاقه بهذا الامر. بالشعر ويا وكذا. الجهال هسه قبل كانت تسمع لي. نعم. اي بس حافظه هاي كان قلت منو اللي يدعمك ماديا؟ ماديا هواي والله، هواي يعني وقفاتهم طيبه ومشرفه وياي الناس. نعم. أي. جميل جدا. دعم قلت لك انا مسبقا انه علاقتي وياهم علاقه اهل. طيب جميل. محسوب واحد من عندهم. لكن انت تكتب للوحده الوطنيه، عندك شيء طبعاً. نسمع؟ كاتب هواي الوحده الوطنيه. يعني تذكر اي شيء؟ شلون ما اذكرها؟ عايشه وياي استاذ مقداد، ومن يعني هسه من اقراها تاخذني غصه وعبره يعني. ما اريد اوصل للعراق لهذا الشيء. خلينا نسمع. نسمع. انا اليوم اريد ابتشيك شلون ما كان. انا لا يلا نسمع. وك حسون شيل النون. هاي لا هاي مقريه، خلينا نقرا على غيرها والله. من بعد عسر وتاخر بالمخاض، من بعد عسر وتاخر بالمخاض، ومن بعد مشهد شبه ماساوي، واختلاف العرأي وتعقيد امور، والقذف بين الكتل عمياوي، اتفقت اطياف الشعب من كل مكان 10 زائد 10 يكي يساوي، يكي يساوي السني والشيعي سواء، الكردي وكل العرب متخاوي، للمسيح بهالبلد حق انتماء، يعني يوحنا يرد عزاوي، هاي ارض الجمعة الحب والوفاء، منين جو هالمالكي وعلاوي، خلي يسمعون الغرب واهل النفاق، وكل شخص حاقد حفر سكتاوي، لا نواصب لا روافض، بس اكيد اثنيننا بدرب الهمر نمساوي، نعم نتزاعل ويحصل خصام، بس فلسطينية نتعشى سوا، ولذلك حارت اعداء العراق، حاولت تلويل يشفي وملوه، ونبقى طبع جبال تخشانا الرياح، وهم شفت الجبال خافت من هوى، ولذلك ربنا خصنا للعباد الكل سفيه وطاغي وصفونا دوا، نعم ايام مر بيها عوز وضقنا طعم الجوع والظهر انطوى، بس بقى الدلات ابويا بالمضيف تهلي بالضيف اللي يجصب لك هوى، هذا حاله للعراق بكل مكان، شمعة تصفع بالليالي بشفضوه، شمعة تصفع بالليالي بشفضوه. صح الثاني. بدنك يعني الدلات ابوك الى الان بالمضيف؟ لا وين سووه تراب راح. ها. اي حيرجع بالمال ولا بالعيال يرجع ان شاء الله. جميل. مرات انقر اقول له حجي ترى من ورايا، يعني تدري المصادر وهاي الامور، هذا بيت وليد وقعوه، هذا كذا بيت ابو وليد، المزارع حرقون، فحجي اخابره اقول له يعني حجي يعني اعتذر وهذا، يقول له ابو يحيى بس انت سالمنا على ابو المال لابو أحد. هذا واحده من الدعم المعنوي. أي. يعني هناك موقف طيب من اهلك. شلون؟ واقوى اللي وقف وياي والدتي اللي هي شيعيه الى الان دائما تقول ما يصح الا الصحيح. إيه. دزت لك شي رسائل خصوصا على قصائدك الاخيره بسيفز ويزيد وما ادري وين؟ كان على يزيد عندها عتب، انه قالت لو ذاكر كذا، لو بس انه فاصل الشيعه، يعني مفرق بين الشيعه، يعني انا شان بيت موجود الشيعه الله شان. زعلت عليك؟ ها؟ زعلت عليك عتب. يعني؟ يعني كان عتب قوي. اي والله. بعدين قالت يعني هي بعد صارت شريدة راضيتها؟ طبعا راضيها. لا دزيت لها هديه لو شنو؟ ها؟ دزيت لها هديه؟ لا هي انت تقول هي تقول لي انت هديتي. ها. ايه تقول لي انت هديتي. لا استاذ مقداد والله شوف يعني هوايه هو شيوخ عشاير، هسه هذا تليفوني هذا الله يشهد كله من الجنوب، ربعنا واصدقاء، بس احرار الجنوب، احرار الجنوب اللي احفاد شعلان بتشون، احفاد تسواهن اللي شدت الوزره وبرشاشه ذبحت مال الشميراني وخلتهم ما يعبرون يوصلون خط العماره، شارع العماره الرئيسي، هذول موجودين احفادهم، احنا ما نقبل حق، ولكن انا احكي هسه دا يصفق الايراني وشكرا سليماني وهاي الامور، هذا ما اصلا ما يشرفني ان يكون خويي، لا عندنا شهداء، ننسى الدماء اللي اغلبها من الجنوب سالت في حرب القادسيه، ننساها؟ لا والله انا 2 خوالي راحوا استشهدوا بها، وقضيتي ويا ايران انا حاشي انه قضيه شخصيه، انه ثار الخوالي الشيعه اللي استشهدوا في البسيتين وبالمحمره، زين؟ هذا الامر يعني حتى لا نكون صادق، والله عندي شيعه احطهم عقال فوق راسي وتنومس بيهم، شيعه رجال
ولحد الان واقفين ومن جوده يشتغلون. هاي التحيه والف تحيه للمظاهرات تصير اللي قلت لك طلعت عن خارج نطاق ليش ما التيار كتبت الصدري. التظاهرات هسه اللي تطلع؟ بعد الصوره ضبابيه ما دا افتهمها المظاهرات، ما دا افتهم منو دا يطب منو دا يطلع. هسه التيار المدني صار اقوى عبر حد التيار الصدري، فان شاء الله قريبا جدا راح. تكتب لهم شلون ما اكتب لهم؟ لازم اكتب لهم قريبا. اي يكون احسن يعني. احنا مظاهراتنا تعرضت للغبن تعرضت لهذا، بس لا احنا احسن، احنا نوقف. توقف. ذاكرها ببرنامج قايل لك لو احد يحتاج احنا واقفين وياه. جميل. نسمع شيء. قلت الفصحى انت يمكن. لا احنا سمعنا، لكن نسمع شيء اخر. شو تحب تسمع؟ انت اللي تحبه. خوش. قبل البرنامج قلت لي عن الرجل او لا عندي هاي مال هم حصري هاي اول مره تطلع عندك في البرنامج. كتبت يعني عن واقع يعني عن اللي مريت به او نصايح للناس وربعنا وكذا. زين. السالفه الماء الهصل ما بيها خير. اسمها السالفه. السالفه ايه يعني انا ما بصراحه ما سميتها، بس من نزلوها الولد بالصفحات انه السالفه الماء الهصل ما بيها خير. جميل توكل. السالفه الماء الهصل ما بيها خير. كلمه الحق للها بالقعده صهيل. اللي عنده مبدا ما يمر بباله خوف. الموت ما يهز شعره بالزلمه الثقيل. القاع موقف والنخل واقف يموت. العرقه طيب صعبه بالموت يميل. اللي عنده عقده من الهوى يشم التراب. اللي يندفن دون الوطن بالقاع اصيل. اللي يضحك ويا السالفه الموزونه عار. الخوز زلمه اللي يشتري وبيعه قليل. الخفت منهن قولهن قبل السلام. تروح مونة هالسوالف من تطيل. لا تنزل الراس اذا شامت لقاك قيمه لا تنطلب باللسان الطويل. يصح كلام يسكت الشيوخ المضيف. الشيخ يكبر راسه من ينخاد خيل. ولا تعاشر ناس عندها الغيبه طور. جار ما يلزم الملح من يمه شيل. لا تعاشر ناس عندها الغيبه طور. جار ما يلزم الملح من يمه شيل. ولا تماش انسان مو من مستواك. الذليل اش ما كبر قدره ذليل. الما يخاف من الله لا تنطي قفاك. بدون ظهرك ينقطع رزق العميل. جازف ولا تنطي لزمه وعيش ذيب. المثل ابو سرحان يوقع مستحيل. وخاول براسه عقل يوزن بلاد تروح بالرجلين اذا تخاوي بخيل. الدنيا طف تضيع اذا وحدك بقيت. قبل ما تطب كربلاء لقالك كفيل. بيدك اقبض على الجمر بس لا تصيح. نارك لبعض البشر تشفي غليل. ولا تعاتب لو نكث عهد الصديق. تخلص الصحبان اذا قلبك يشيل. غطي عيبك بالكرم والزلمه صيت. الفقره ما تمشي ورا جنازه بخيل. وسوي لله وبالك تقول ايش نطيت. سوي لله وبالك تقول ايش نطيت. ترى العين الفارغه تنشف الشليل. العين صلفه يطب لك من المستحات. ويا هيك اشكال لا تسوي جميل. وبد لا تسمع حكي منك يغار. السكتة تكسر راس الرايد يعيل. الله بإنجاز انت اللي عليك. تحشم الله بحسبنا ونعم الوكيل. تحشم الله بحسبنا ونعم الوكيل. الله. تخاف من الموت؟ انت تخاف من الموت؟ لا والله. هاي الرصاص هاي مال الامريكان. نعم. منها طبت طلعت منه. تعتقد انك صاحب مبدأ؟ اكيد. ما ساووا والله ما ساووا. نعم. كثير من اللي نعرفهم وتعرفهم انت قدروا يوصلوا لهم، قدروا يحشون وياهم، وقدروا يخففون حده الوتيره مال الكلام الزايد. بس احنا لا يراهنون عليه. جميل. انت ذكرت هاي، انا انتقي من شعرك، لكن اي طبعا. انت ذكرت طبعا مفردة عراقية. اي. انه الملح لازم يغزر يعني. اي. لكن اذا الملح ما غزر بالجار. جار ما يلزم الملح من يمه شيل. تشيل. اي. بعد شو ظل هو الملح ما وقف بعينه، شيل من يم مخلص من شر واذى. نعم. كثير لم يقف ملح بيتك. اي كانوا بجيراني. اي. تركتهم؟ طلعوا نص جيراني مصادر. تركتهم؟ ها؟ تركتهم؟ طبعا. جميل. احنا وقت البرنامج شارف على الانتهاء. الله يحفظك. كلمة أخيرة لك. أنت قعدتك برا يعني من نطلع نتعلل أنا وياك، وهذا قعدتك تخلص وكأنه دقائق يعني ما تقول لي اللقاء. أي والله. أي أول لقاء يعني يفوت الوقت صار صحيح. ساعة إلا 5. صحيح. لكن كلمة أخيرة لك تفضل. الله يحفظك. أولا يحفظك الله ويستر عليك. شكرا. ويحفظ العراقيين ويستر عليهم. الله يصفي القلوب. ونتمنى انه شويه هاي مال الاخوه
لم الشمل ان يعني تحمل أنت ضغينة على أحد في قلبك شخصيا، يعني شخصيا؟ انا ما اكره بس احتقر. قلبك طيب؟ اي اقعوه هو يعني ما مواقف. بس راح انت كنت بكيت انا ما بكيت هالمره ربك يعني ما. جميل جدا. الشاعر العراقي، انا راح اؤكد لا العراقي. عراقي والما يرضى، لا هم عراقي. والما لا يرضى عراقي وباشر. اذا لافت الدنيا خلونا نحكيها، اذا لافت الدنيا على شيعة في جنوب العراق في كل مكان، الله لا نقف موقف الرجال، والا خل اللي يتجاوز واللي عال علينا يطلع حتى من هدومه ويخجل حتى من نفسه. جميل. الشاعر العراقي وليد الخشماني، شكرا لك على هذا اللقاء الذي ذات الخصوص صراحه، والجزء الثاني من اللقاء اعطيتنا من وقتك. الله يحفظك غالي وعزيز، وشرف لي الجلوس، وتحيه لك وتحيه للمستمعين وتحيه لهاي القناه وتحية لصاحبها اللي هو اخويا وروحي من الدنيا ابو ياسر الاستاذ عمار يوسف. نعم شكرا لك. الله يحفظك سلام. شكرا. والشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه، نلقاكم باذن الله بعد رمضان. لذاكم الحين استودعكم الله، وكان ختامها مسك مع ابو سليمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا ابو سليمان.